لو سمحت يا مستر محمد، ممكن تشرح لنا تفاصيل عن البارومتريك والداتا فلو؟ خلينا بس نقول ان الداتا فلو دي شركة معتمدة في الخليج، اللي هو السعودية وقطر والكويت والإمارات، إن هي تتأكد من صحة شهاداتك اللي هي شهادة التخرج سواء معهد أو كلية، ومسجل بالنقابة. وكمان بيطلبوا منك شهادة حاجة اسمها حسن سير وسلوك، بتطلع من النقابة الرئيسية في القاهرة. وكمان بيتأكدوا من الترخيص بتاعك إن هو صحيح. اتأكدوا من التلات حاجات دول، وشهادة الخبرة. شهادة الخبرة على حسب متطلبات الدولة، يعني انت عندك دبي بتحتاج سنة خبرة وبيعتمدوا سنة الامتياز كسنة خبرة. عندك ابو ظبي بتحتاج سنتين خبرة ما ينقصوش شهر. عندك السعودية تقريبا سنتين على ما اعتقد، يعني او سنة خبرة. بيطلع لك تقرير في الاخر بكل الحاجات دي ان هي صحيحة. بعد كده بتروح تسجل على حسب متطلبات الدولة اللي انت رايحها عشان تدخل الامتحان بتاعها، وهو ده الامتحان التاني اللي هو البارومتريك ده خاص بالسعودية. عندك في دبي عندك دي اتش اي، وعندك في ابو ظبي الدي او اتش. تمام. كل دولة لها امتحان على حسب ان انت هتعمل هتروح دولة ايه. بعد ما بتمتحن الامتحان بتاع الدولة، سواء بقى اذا كان بارومتريك ولا هاد ولا دي اتش اي او دي او اتش، بتتسجل على حاجة اسمها تصنيف. مرحلة تانية اللي هو بتسجل بقى في الدولة اللي انت رايحها دي أخصائي تمريض أو مساعد تمريض أو فني تمريض. تمام. ده الفرق ما بين الاتنين. في نقطة تانية بقى، ميزة البارومتريك او الدي اتش اي او الدي او اتش ان هما عبارة عن اسئلة زمايلنا مجمعينهم في ملفات. هما مش مجمعين الامتحان، ولكن مجمعين اسئلة مشابهة للامتحان. بتبقى عبارة عن مثلا 1500 او 2000 سؤال، انت بتذاكرهم وبتفهمهم كويس جدا. وفي الغالب بيجيلك بعض اسئلة منهم في قلب الامتحان، ومجرد انك انت اجتزت الامتحان كده انت امورك طيبة، مفيش اي مشكلة. في نقطة تانية بقى كمان عايز اوضحها، انك انت لو معاك البورد الامريكي تعرف انك انت تاخد ترخيص الامارات سواء اذا كان دبي او ابو ظبي من غير انك انت تجتاز الامتحان. بس مش هتعمل داتا فلو، لا هتعمل داتا فلو تاني. ولكن لما تيجي تصنف بدل ما تقول لهم انا معايا الامتحان بتاع الدولة بتاعتكم اهو، هتقول لهم لا انا معايا البورد الامريكي، فانا عايز اكسكيوز او استثناء من الامتحان. وبيعتمدوها عادي، ما فيش اي مشكله خالص. بالاضافه انك انت بتعمل مع شهاده الخبره والتخرج والنقابه وحسن السير وسلوك، بتعمل برضو داتا فلو على البورد الامريكي اللي انت واخده ده. فانا بنصح برضو الناس زمايلنا اللي هم الشباب اللي هي لسه متخرجه جديد، ان هو وهو لسه مذاكر فريش جراديويتد والمعلومات عنده لسه حاضره، امل ده يعني ان هو لو الفلوس متاحه ومتيسره معاه ان هو ياخد البورد الامريكي للتمريض، بحيث انك انت كده عندك لونج تيرم انك انت تروح امريكا. بتاخد بقى 3 ل5 سنين. وفي نفس الوقت لو انت عايز تروح مثلا دبي او ابو ظبي تعرف تروحها، مفيش اي مشكله خالص.